اسمعوا هالخبر. مدينة كلانفورد بالنمسا حكمت المحكمة بالمؤبد على لاجئ سوري لضلوعه بعمل إرهابي كما قام بقتل 5 أشخاص ومراهق عمره 14 سنة، واكتشفت الشرطة بضلوعه بتنظيم ال11. طب أنت لاجئ وصلت على أوروبا وطلعت من حياتك الجحيم اللي كنت فيها، رحت لتلجأ على بلد يعطيك الأمن والأمان والأكل والشرب ويعطيك جنسية ويعطيك جواز سفر دور فيه العالم كله. شو دخلك فيه؟ شو دخلك على هيك قصة؟ تخيل إنه حتى بالمحكمة بيسألوه إنه أنا لست نادم. بيقولوا له الشرطة هو ليس، بيسألوه الشرطة بيقولوا له أنا لست نادما، وإسا بيقوم بهذا العمل مرة ومرتين وثلاثة. أعطوني رأيكم. شفناكم بخير.